سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن احوالكم. الوصفه نتاع اليوم هي هاد البيتزا اللي على شكل الشمس، بزاف هايله والاهم بزاف بنينه وخفيفه. بعجينه قطنيه واللي متكونه من هنا درت نص كاس تاع حليب دافي، هنا عندي نص كيس تاع خميره فوريه تاع عنتر، الكيس فيه 10 غرام، انا راح ندير 5 غرام فقط لانه اليوم يعني الجو شويه دافي فما كثرتش الخميره. هنايا مع الخميره ندير مغرف صغيره نتاع سكر حرش، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها بهذه الطريقه، ومن بعد نضيف نص فنجان نتاع زيت الزيتون، ولا اذا مش يعني كاين اللي ما عندهم زيت الزيتون تقدروا ديروا زيت نباتي عادي. هنا الفرينه درت حسب الحاجه، يعني عيني ميزاني، ودرت مغرف صغيره نتاع ملح، ودرت مغرف صغيره هادو حبوب خاصه بالمخبوزات. هنايا خلطت مليح العجينه، لقيتها بلي مازالت مخصوصه يعني شويه سوائل، زدتها شويه فقط تاع حليب دافي، شويه فقط لانه كلمتها لقيتها شويه يابسه، ومن بعد عجنتها جيدا حتى ولات ملسه. عاودت رجعتها لهداك الوعاء، غطيتها بورق فيلم وزدت درت عليها لي سيرفيات وخليتها خمرت حتى نضاعف الحجم نتاعها. ديروها شويه بكري وخليوها يعني تاخذ وقتها وتخمر لكم بشكل جيد. من بعد ما تضاعف الحجم نتاعها نحيتها من الوعاء بهذه الطريقه، وراح نبسطها بالاستعانه بالفرينه. طبعا نبسطها بسمك اللي يكون رقيق شويه، باسكو اكيد فيما بعد لما تطيب راح تزيد يعني تطلع لنا في الفور. وكنت حطيت الفرن يسخن على 200 درجه قبل ما نبدا نبسط لاباط نتاعي. ومن بعد لما بسطتها راح نجيب صينيه، انا جبت صينيه يعني تاع الفرن العاديه هذيك المستطيله، درت فيها الزيت وهزيت لاباط وحطيتها فيها. جبت صحن دائري كما شفتوا، اي صحن دائري يكون كبير شويه ماشي صغير، وحطيته في الوسط بهذه الطريقه باش نحدد به وتجيني الخدمه سهله. ومن بعد جبت صلصه البيتزا اللي كنت خدمتها فقط في الدار، كنت درت حبه طماطم مع نص حبه بصل مع زوج سنات تاع توم مع مغرف صغيره تاع طماطم مصبره وشويه زيت الزيتون، درت لهم ملح فلفل اسود فنجان تاع ماء، وخليتهم حتى طابوا جيدا مع بعضهم، ومن بعد ميكسيتهم تحصلت على هاد الصلصه كما راكم تشوفوا. ومن بعد جبت كميه من اللحم المفروم اللي تقدروا حتى هو تعوضوه بالدجاج، ولا لكان متوفر عندكم الطون تاع الزيت ولا تحبوا اصلا تستغنوا عليه تكتفيوا يعني بصلصه الطماطم والاجبان كما حبيتوا. حتى هي قليتها شويه في شويه زيت ودرت لها ملح فقط وفلفل اسود. وهنايا جبت الجبن اللي هو انا هنا استعملت جبن غريير رابيتو، تقدروا تستعملوا جبن احمر ولا جبن شيدار، انا نفضل هذه يعني الاجبان، ما نحبش يعني هذيك الاجبان اللي تجي كما الصابون ما فيها حتى ذوق، هي صح تذوب كل شيء بصح ما فيها حتى ذوق، ما فيها حتى بنه. خصوصا في البيتزا نحب ديما نخدم يعني بالجبن اللي يكون نوعيه جيده. نحيت الصحن كما شفتوا وبديت نقسم في العجينه على 8 بهذا الشكل. قسمتها في الاول على زوج، ومن بعد وليت كل جزء قسمته على زوج، ومن بعد وليت كل مثلث قسمته على زوج، يعني المجموع قسمتهم على 8. ودرك نبدا يعني نلف فيهم على هذيك لافاس، نبدا نغلق على هذيك لافاس. لاحظوا الطريقه يعني جيت سهله، نضغط مليح مليح بهذا الشكل نلفهم كامل. ومن بعد يا البنات جبت صفار نتاع بيضه، درت لها قطرات من الخل يعني باش تمد لي لمعان للبيتزا، وكذلك تنحي ريحه البيض. دهنت هذوك وين غلقت العجينه، وراح كذلك ندهن على هذوك لي بوردور نتاع البيتزا. ومن بعد لما نكمل نديرهم كامل نجيب زيتون اسود ونبدا ندير في الوسط ونضغط بالحبه تاع الزيتون في الوسط بهذه الطريقه، ولا زيتون اخضر ولا يعني كاين تفاصيل تقدروا تبدعوا فيها وحدكم. والفرن يا اخي قلت لكم نسخنوها على 180 على 200 درجه، عفوا لازم تكون نار قويه. راح ندخلها الطيب كي نشوفها باللي خدات لون ذهبي من التحت نزيد نشعل عليها باش تاخذ لي لون ذهبي من الفوق. وها هي النتيجه، جت من اروع ما يكون، ريحتها بزاف تشهي. شوفوا لونها كيفاش جاي ذهبي يعني رائع.
والبنه غارونتي، يعني البنه ما عندي ما نقول لكم. هنايا قسمتها، شوفوا كيفاش هذيك الزيت يعني اللي درتهم من تحت في الصينيه نحب نديرو خير من ورق الطبخ، بس كيعطيني تحميره مليحه من تحت، وكذلك يمد لي قرماشه. شوفوا القوام من تاعها جات محمره الله الله ومقرمشه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. اذا عجبتكم خلوا لي جيم وانتظروني في فيديو لاحق.